السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو لحاجه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، اللي هي البنجر. نزلت السوق وسعره ما شاء الله بكيلو ونص ب10 جنيه، رخيص جدا. وقلت لازم نستفيد منه ونعمل سلطه البنجر او نستخدمه في الاكل، لانه ليه فوائد كتيره جدا. قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت اللي أول مرة يشوفني النهاردة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده يا جماعة البنجر اللي أنا جبته من السوق، غسلته كويس جدا جدا جدا، ومش بنقشره قبل ما نسلقه، بنسلقه الأول ولما يتسلق بنقشره. نعرف ازاي ان هو استوى لما نجيب السكينة نحطها في أو الشوكة بتاعتنا ونلاقيه استوى. بعد كده القشرة بتاعته بتطلع بسهولة جدا لما تعملوها كده. شايفين طلعت حضراتكم اهي بسهولة جدا. بنقشرها كويس، وبعد كده بنسيبه يبرد الأول، وبعد كده بنقشرها، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. قشرت البنجر وقطعته زي ما انتم شايفين كده، حتت رفيعة كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ دلوقتي ان انا احطه في الحاجة اللي انا هحطه فيها. هحطه في الصينية دي علشان هي دي اللي احنا هنحفظه فيها. هحطه وريني حضرتك. حابة اقول لكم ان البنجر ده يا جماعة مفيد جدا 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 للصحة، فلو اي حد عنده انيميا ياكل منه. ولو اي حد عنده الضغط برضو الفوائد كتيرة جدا جدا جدا. دلوقتي انا حطيت فلفل اسود وحطيت كمون، وهنحط شوية ربع كوباية خل، وهنحط يعني معلقتين او 3 زيت. يعني لو زيت زيتون هيكون احسن، يعني لو موجود. مش موجود نحط اي نوع من الزيت. اهو ادي الزيت والخل مع بعض، وهنجيب فص توم، وهنجيب بقية التوابل. شايفين لونه عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، بيحمي القلب كمان، وبيحمي الجسم من الالتهابات، ويخلص الجسم من الالتهابات. فوائده عظيمة جدا، وبكام مبلغ بسيط. وممكن هنحطه في التلاجة وهيسقع، وبيبقى طعمه جميل جدا جدا. هنحط معلقة سكر كمان، وهنحط كمان نص كوباية من المية اللي كان بيتسلق فيها، بس ده هنحطها في الاخر. وبنقلب كويس جدا جدا جدا. وهنحط كمان شوية بقدونس. رائع يا جماعة. وكمان ده بقى يعني اعرفوا الطريقة دي لشهر رمضان، ربنا يبلغنا يا رب رمضان، اللهم امين. دي بقى بتتعمل جنب الاكل وتسقع بقى في التلاجة، وبتحطوها زي نوع من المقبلات جنب الاكل. دي كمان احنا بنشوفها في الافراح وفي الاوبن بوفيه والحاجات دي بنشوفها برضو. هكمل بقية الاضافات واقولها لحضرتك. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك يا رب العالمين. يا ريت نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت نشترك في القناه ونسيب تعليقات. ويا ريت يا جماعه تجربوا الطبق ده، هيعجبكم جدا جدا، بالاضافه لفوائده الرهيبه. لو حد عنده انيميا، حد عنده ضغط عالي، الطبق ده خطير 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 خطير. جربوه وقولوا لي رأيكم. ويا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.